أنا الحقيقة في منتهى الأسى والأسف لما شاهدت اليوم في كنيسة الراعي الصالح. احنا بنمر بقالنا حدود نص ساعة مع أبونا بشاي والإخوة في الكنيسة، وقد شاهدت ما لم أكن أتوقعه. لكن هنقول إيه؟ هذا قدرنا. الحمد لله إن ولادنا الشباب والإخوة اللي بيرعوا الكنيسة بخير، وده أخف الأضرار، وأنا متأكد أن ما حدث سوف يزيدنا قوة وتنحر ومحبة كمان ومحبة. وأنا من هنا بوجه شكري للسيد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرعايته لإعادة رفع كفاءة جميع دور العبادة، كنائس، مساجد، طبعا العدوية وخلافه التي تضررت في أحداث الفترة الأخيرة. وأنا متأكد إن شاء الله إن الموضوع هيرجع أفضل من مكان، وإن الأثر الناتج عنه سوف يؤدي إلى نتائج طيبة، بالذات في مجال المشاركة ما بين الإخوة المسيحيين والإخوة المسلمين اللي إحنا طول عمرنا عايشين مع بعض على الأرض الطيبة دي ومحدش فرقنا. يمكن اللي حصل ده يجمعنا أكتر، وأنا متأكد من كده. وإحنا إن شاء الله هم في عنايتنا وفي قلوبنا وبالنسبة لهم محبتنا، وأنا متأكد إن جميع الأطراف هتراجع نفسها والمنظر ده مش هيتكرر تاني. ونتمنى أبو شاي كل توفيق هو كامل، وإحنا تحت أمرهم، وبقول لكم ما تقلقوش، إحنا إخواتكم وعلى رعايتكم ومصلحتكم هي مصلحتنا، ومحدش هيقدر يفرق كده. فندم سؤال بس بعد حضرتك، امبارح جمهوريه مصر العربيه مرت بحادث قديم جدا، 25 مجند اللي ماتوا امبارح في رفح، تمام، وراحوا ضحيه الارهاب والغدر والكلام ده كله. ايه رد حضراتكم لما شفتوا الفيديو دوت او شفتوا الحادث دوت، وايه رد الحكومه في الفتره الانتقاليه اللي فاتت في اللي جايه في الرد على هذا الهجوم على العزل؟ والله هو الحدث اللي حصل امبارح رغم بشاعته وقسوة قلوب اللي نفذوه، سواء كانوا مصريين او اي جيران لينا، يعني ده اللي حذرنا منه الفريق اول عبد الفتاح السيسي لما قال لنا انا بفوض الشعب للارهاب المحتمل. ما كانش ارهاب محدد، ولكن قال ارهاب محتمل. لو احنا فاكرين هو ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. انا متاكد ان الاجهزه الامنيه، وزاره الداخليه وكافه الاجهزه الامنيه، يمكن تكون المعلومات الاوليه ان هم تحصلوا على تعرفوا على مرتكب الحادث. وانا متاكد ان قواتنا المسلحه ووزاره الداخليه هتشمل هذا الموضوع برد سريع يمنع ويطهر سيناء من الارهاب نهائيا في الايام والفتره القليله القائمه جدا ان شاء الله. وبطمن اهالي المجندين سواء من وزاره الداخليه او وزاره الدفاع، المواضيع كلها تحت السيطره، وان الغدر مش مقياس. وبنتهز الفرصه دي وبتقدم لاهالي الشهداء بالتعازي، وان يشملهم الله برحمته وجنته باذنك يا رب ان شاء الله. شكرا.